قتلى في تصادم سفينتين مغربيتين بالقرب من منطقة الصيد لسارقة. تفاصيل الحديث بدأت مع ساعة الصباح الأولى، وتحديدا في 4:45 حيث اصطدمت سفينة للصيد بأعالي البحار والمسماة ميدوي الداخلة أثناء رجوعها لميناء الداخلة بسفينة الطوس المتخصصة في الصيد الساحلي، وهي في طريق خروجها إلى سواحل الداخلة. السفن والقوارب المجاورة لمكان وقوع الحادث ساهمت بدرجة كبيرة في عملية الإنقاذ، حيث تم إنقاذ 18 بحارا، 3 منهم مصابون إصابات متفاوتة الخطورة مع انتشال الجثث. 4 الصباح باش خرجنا، إلا خرجنا إلا ضربنا 20 ساعة ديال الطريق تقريبا، 20 ساعة وشي حاجة، طل 40 مينوت تقريبا. وملي سمعنا الضربة طلعنا لقينا البابور دخل في وسط البارهو. لقيت البابور قسم البارهو ديالنا، ضربوا طلع فوق منه، ومازال ملي بارا هو باقي داير نابا، باقي مع المرشا باقي، واخا باري البارهو باقي غادي. معلومات اللي متلقى قال لك بان طلق عليهم بروجيكتور، ما قدوش يشوفوا الباخره اللي قدامه، ما طلعتش قدت تشوف اللي قدامها. عمليات الإنقاذ والتتبع التي أشرف على تفاصيلها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وللجهة رفقة مسؤولين عسكريين وممثلي قطاع الصيد البحري، جندت خلالها سفينة لإنقاذ الأرواح تابعة لمندوبية الصيد البحري، إضافة إلى مروحية تابعة للقوات الجوية وطائرة للدرك الملكي، بغية الإسراع في عملية الإنقاذ والتحقيق في مجريات الحادث الذي لم نجد من يروي تفاصيله من جهة سفينة ميدوي الداخلة المتخصصة بالصيد بأعالي البحار والطرف في حادث التصادم. التصادم وقع عليه، انتج عليه واحد الغرق الفوري ديال سفينه الصيد الساحلي الطوس، وفور علمنا بالحادث فجندنا جميع الوسائل الانقاذ اللي كاينه. فالحصيله انه لحسن الحظ كان كيتواجد بعض السفن كانت كتواجد في عين المكان، وهذا التصادم كان وقع في مدخل ديال الممر المؤدي الى ميناء الداخله على مقربة من قرية الصيد لسارقة. فالسفن اللي كانت متواجدة تمكنت أنها تعتق واحد سفينة عتقات 11 بحار وسفينة أخرى 6، والسفينة ميدوي الداخلة انتشلت واحد الجريح اللي كان مصاب واحد الجرح، واحد الكسر على الرجل ديالو، كسر مزدوج، وتم نقله حاليا في عملية في غرفة العمليات بالمستشفى العسكري بالداخلة. أرقام المفقودين لم يتم التأكد من صحتها ولا حتى ذكرها أصلا بشكل رسمي لصعوبة ذلك، علما أن السفينة الغارقة تصل طاقتها الاستيعابية الإجمالية إلى نحو 35 شخصا، إن تم التصريح بمن صعد على متنها أصلا بشكل رسمي.